البعض كمان هيتهمك بانك بعت ابوك كمان الشيخ حسن شحاته. الاستاذ خالد بيقول لي وانت بتتناقش بيقول انت عايز تدخل ابوك السجن بالكلام ده يعني. لا حضرتك يعني هذا الكلام ان ابوك في السجن ومع ذلك انت متهم بانك طعنت الاب من الخلف. انا بقول اللي هو بيقوله، هو اللي بيقول كده وتسجيلاته كده وورقه بخط ايده كده. مفيش يعني هل وهو المفروض ما ينكرش. لا تعينوا على الظلم تقول على ابوك الكلام ده. أسألك دلوقتي، هل يجوز له عندما سمع ورأى أبوه يسب السيدة عائشة وعندما سئل هل أبوك يسب السيدة عائشة أيقول نعم أم لا؟ يقول اللي قاله. نحن الإسلام الحق، نحن أتباع محمد وآله. التشيع سيل يجرفكم عن بكرة أبي. الله أكبر، الله من 1400 سنة أو من زمن سيدنا علي نفسه إلى وقتنا هذا لم يتجرأ أحد من الشيعة إنه يسب بألفاظ زي اللي الولد بيستخدمها. لم أجد شيعيا يؤيد أسلوب الشيخ حسن شحاتة في الدعوة ولا في طريقة تناوله للصحابة. اللي بيقوله والدي هو داخل كل شيعي ونفسه يقوله، ولكن ليست عنده الجرأة إنه يقول. سب الصحابة عند حضراتكم أو عند الشيعة هي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتاركها يأسم. فين مصدرك اللي جبت؟ فين مصدرك؟ نعم. أنا النهارده ممكن أقول لك أنت عميل لإسرائيل وعلى علاقة بنتنياهو، أنت بتقول كده، ينفع؟ لا ينسب له ساكت قول. أنا اللي أقول مش أنت اللي تقولني. تسب الصحابة أم لا؟ لا لا ما سيبهمش. ما تسب الصحابة؟ أبو بكر في الجنة؟ مالناش دعوة، الله أعلم. أنت شفته في الجنة ولا في النار؟ هناك حديث أنه في الجنة. أنت بتستعرف. ده هو في الجنة ولا في النار؟ أنت تعرف؟ أبو بكر في الجنة. من أحد المبشرين. الله أعلم. كيف الله أعلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو من قال ما نبقيش على الحديث، فين القرآن بتاعك؟ الشيعة في مصر ألغام أمنية وسياسية وطائفية. انضم إلينا الأستاذ وليد إسماعيل، ومعي أيضا الأستاذ رضوان من إيطاليا. أستاذ رضوان أهلا بيك. يا اهلا وسهلا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اوضح للمشاهدين طبعا استاذ رضوان والاستاذ وليد عاملين غرفه على الانترنت على البلتوك لمواجهه المد الشيعي في مصر او لمواجهه التشيع في مصر باسم مصر والشيعة. نعم. هسألك، هسأل الأستاذ سيد مفتاح، أنت الجديد في أنك قدمت إنذارا على يد محضر لوزير الداخلية تطالب فيه بالاعتراف الرسمي بالشيعة كطائفة رسمية. قلت إيه في الطلب أو في الإنذار؟ أولا أنا قدمت الطلب باسم الدكتور أحمد راسب أمين أحمد النفيس، وأنا وكيل عنه في هذا الطلب. طيب، دكتور أحمد النفيس هو أحد الشيعة المصريين يعني. وكان ألقي القبض عليه في عدد من التنظيمات الشيعية يعني. ليه؟ إسماعيلية رايح جاي. ليه بقى؟ لأن الأمن بيتعامل مع ملف الشيعة في مصر بالظبط كده زي الباعة الجائلين اللي قدام أي محطة مترو أنفاق أو على أي رصيف. لم يا جدع. إزاي؟ لا طول ما هو بمزاجه أهو شغال. الامور بقى لخبطت مع ايران، لخبطت مع لبنان، السعوديه دخلت على الخط. بعد اذنك انت عايز تقول ان قضيه التنظيمات الشيعيه قضيه وهميه، قضايا وهميه امنيه. والا النهارده لما يجي يقبض لي على الشيخ حسن شحاته، يعني هي الدوله النهارده بقت راعيه وحاميه المذهب السني او الاسلام؟
طبعا لا. حتى بعد اللي سمعته حتى بعد في سب لا الصحابة لا لا احنا بص انا عايز اوضح النقطه دي بعد اذن ما عليك، بعد اذن ما عليك. محدش رفع قضيه ليه دافع عن بعد النبي اذن بعد اذن انا عايز اوضح نقطه بعد اذن ما عليك. اولا دي نقطه منتهيه، نحن ضد اسلوب الشيخ حسن شحاته في تناوله للصحابه وامهات المؤمنين، وهذا التوجه يخالف فتاوى ائمه. طيب ما تخلينا في القنبله اللي انت عاملها. اما المسألة بعد اذنك ما تقطعنيش بس لحظه، هو بيقول لك يخالف. اولا هو ما يخالف. بعد اذنك اولا سب حسن شحاته، ثواني بس، بعد اذنك بس. سب حسن شحاته عقيده هو يعتقد بها ويتدين بها الى الله، ومن خلال الكتب. انت بتقول عقيدتي انا ولا عقيده مين؟ عقيده الشيعه. انت عقيده حسن انت لا تخول هو يعتقد بسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن الكتب الشيعيه، ونحن ننقل عن الامام علي. انا هقفز كده. شفت انت يا استاذ سيد؟ بس نقلا عن الكتب لو سمع كده قفزنا يا جماعه. ما هو يردش طبعا. طيب لا ما قول لي بس، انا عايز اشوف انت ما انت عامل لي لغم طائفي يا استاذ سيد. يعني خليني بس لما تقول لي الاعتراف بالشيعة كطائفة رسمية خليني انا اختلف معاك شويه واقول لك انه هذا لغم طائفي. يعني فليعتنق من يشاء ما يشاء. في اداب استاذ وائل، هو بالنسبه للشيعة خلينا نتكلم عن الطلب يا استاذ وليد. حاضر يا استاذ، بس انا عايز نقطه واحده. هو دلوقتي حضرتك انت دلوقتي بتطالب بطائفيه شيعيه. انا خلينا نسمع الطلب الاول يا استاذ وليد. نسمع الطلب. خلينا قول اتفضل يا استاذ لو سمحت استاذ سيد بس. يعني خليني انا يعني عندي ما يهمش، بس انا يعني عندي يعني خلينا ننتقد في الحوار بشكل طبيعي. طب ما هو انا كده بقفز، هبتدي ادخل تاني في الجدل المتعلق بالشيعة نعيد تاني القضيه الامنيه. طيب الشيعة النهارده بيتعاملوا امنيا حسب الاهواء والظروف. طيب هيرد على ده الاستاذ؟ انت شايف التنظيمات الشيعيه؟ لا ما خلص، تنظيمات وهميه. اما خلص يرد عليا. ما انا ما قلتش انه يرد عليك دلوقتي. انا بقول لك حاجه. النهارده لما بيجي يمسك شيعي النهارده ويقول انت احنا بنقول ايه؟ حريه الاعتقاد وحريه الاعتناق والكلام ده كله. خلاص كده؟ انا النهارده طبقا لكلمه الترويج دي كلمه مطاطه. يعني ايه الترويج؟ يعني انا يوم ما اقول لك خد كتاب ما تبدا لي بالانذار يا استاذ سيد. يا استاذي ماشي، ما انا بقول سبب الانذار ايه؟ ما انا بقول سبب الانذار ايه اللي خلانا نقدم انذار. انت بتقول طائفيه. طيب قول لي بس نصه وبعدين تقول لي ان الاسباب التي دفعت الشيعة الى ذلك. نص الانذار بيقول ان المنذر اللي هو الدكتور احمد راسم النفيس من المواطنين المصريين اللي بيعتنقوا المذهب الشيعي، وان واحد من ملايين من المصريين بيعتنقوه، وان هذا المذهب يبرر ملايين المصريين. ما هي دي المشكله. 4 تنفار أربعة بس لا هي تضخيميه اعلاميه تضخيميه. طب خلاص، لكن لو تيجي على امر الواقع انت عامل غرفه ليه لما هي كده؟ عامل غرفه ليه؟ ثواني بس ماشي، هم كتير. عندك رقم، هم 10 تنفار. عندك رقم يا عم اسمعني. من خليك معايا يا استاذ رمضان دي واحده. انت لو بتتكلم بره هنا ما خليك معايا. طب انا عايز اقول يا جماعه اللي عنده بس. طب اتفضل يا جماعه كده استناني يا استاذ رضوان. طيب خلاص سجل عندك استاذ وليد. سجل. انت بتقول ملايين المرأة. يا سيدي قال 4 شيعة في مصر ومصريين مواطنين مصريين ولدوا في مصر وعليهم كف الحقوق وعليهم كف الواجبات ايا كان عددهم. كمل بس نص الطلب. المشاهد عاوز يسمع نص الطلب اللي انت مقدمه. ماشي. هو قدامي وقدامك. الراجل بيقول ان المذهب الفقهي دوت اللي هو المذهب الجعفري بيدرس في الازهر كفقه مقارن، وان شيوخ الازهر المتعاقبين من الشيخ سليم البشري للشيخ محمود شلتوت هذا كذب، للشيخ علي جمعه. يا استاذ وائل خليه يكمل. هذا كذب يا استاذ سيد لو سمحت انا مش هسكت. لو سمحت يا استاذ. هو يدرس زي ما يدرس يعني الخوارج. استاذ وليد لو سمحتوا يا جماعه لو سمحت. انا الطلب من حق المشاهد انه يسمعه يا استاذ وليد اولا. طيب انا هعلق على الطلب. هو قدامي وقدامك وقدامه. كمل لي الطلب بس. انتوا قدمتوا طلب عايزين تعترفوا بالطائفه الشيعيه. ليه ان هو مجاز، وحتى لو لم يكن مجازا سجل الملاحظات. اتفضل. ماشي. وبنقول ان الدستور المصري نص على ان المواطنين لدى قانون سواء ومتساويين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده. بعد كده بنقول ان احنا كمسلمين مفيش فرق بين مسلم سني او مسلم شيعي، وان احنا بنقول ان على الرغم من السجل النص على الشيعة المصريين حيث لم يثبت ابدا قيامهم باي اعمال متطرفه او ارهابيه نتيجه لافكارهم او معتقداتهم، حيث انهم ينبذون العنف والغلو والتطرف. بنقول رغم كل ده الا ان الشيعة المصريين بيعانوا اشد العناء من الملاحقات الامنيه ويتعرضون بصفه مستمره للاعتقالات وتوجيه تهمه ازدراء الاديان وترويج للمذهب الشيعي، وكل ده بسبب عدم الاعتراف بهم كطائفه دينيه رسميه بما يترتب عليها من اثار. وان انا بطالب وزير الداخليه بالاعتراف طبقا للقانون 15 سنه 27، وان لو ما ردش خلال 60 يوم هنلجا للقضاء الاداري وتبقى معركه قضائيه واحنا والقضاء. طيب انا هسالك بس مجموعه من الاسئله كده. يعني انت عاوز انه يعني يكتب للشيعي في خانه لا 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 خالص بقى خالص. يا استاذ افهمني انا النهارده القانون بيقول ايه؟
اي طائفه غير معترف بها هو يعني هي في حته قانونيه بس ارجو ان توصل. احنا مش طائفه يا بعد استاذ إذنك سيد بس. مفتاح، يا احنا مش طائفه. القانون بيسميها كده. احنا عقائد مصر الاصيله يا استاذ سيد. طائفه ايه؟ يا دي النيله. الشيعة نفسهم مختلفين مع بعض. ما مش طائفه مش فاهم اصلا. التوصيل القانوني. لما هي مش طائفة، انت وصف لي الشيعه هي ايه؟ وصف لي الشيعه هي عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم لما عن حضرتك انت لما هي مش وصف طائفة، الشيعة. لما ايه هو هي مش الشيعة؟ طائفة. استاذ خالد لو سمحت خليني بس. طيب استاذ سيد أستاذ، هو انا في قبل ما توصيف انتقل بعد إذنك انت مش كمل. شايف انه ده لغم طائفي؟ لا لا لا، هو في توصيف قانوني، هو الاستاذ خالد مش فاهم، مش مستوعب قانوني. فهمنا. بمعنى ايه؟ هذا اللي وصف. ان لو في اعتراف قانوني بالشيعه كمذهب انا النهارده في ظل عدم الاعتراف